تعال اقولك ازاي تغير سائل التبريد في دورة التبريد بتاعة عربيتك. ايه ده؟ ايه الفيديو ده؟ فين المونتاج يا محمد؟ هات الفيديو بتاعنا يا عم. لا مؤاخذة يا ريس. اول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح غطاء الرادياتير وهنضيف مادة فلاش. ولو انت فتحت غطاء الرادياتير ولقيت الرادياتير مليان على اخره، هتضطر ان انت تفضي منه شوية عن طريق ان انت تخلع الكوليه بتاع الخرطوم العلوي، وهتشد الخرطوم العلوي تنزل شوية مية وبعد كده تركبه تاني، وهتحتاج بنزة كبيرة زي دي. تاني حاجة هتقفل غطاء الرادياتير وهتدور العربية لمدة 15 دقيقة او زي ما هو مكتوب على علبة الفلاش. بعد كده هتحتاج تنزل الفلاش وسائل التبريد من دورة التبريد، فهتضطر ان انت تفتح طبة الرادياتير اللي تحت، ولو عربيتك ما فيهاش طبة رادياتير هتضطر تخلع الخرطوم السفلي للرادياتير برضو عن طريق ان انت هتشد الكوليه وبعد كده تشد الخرطوم. بعد كده تركب الخراطيم وتضيف مية عادية وتدور العربية تاني لمدة 15 دقيقة. بعد كده تبطل وتستنى لما العربية تبرد خالص، وبعد كده تنزل المية تاني وتضيف مية وتنزلها مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما المية اللي نازلة من الموتور تكون ما فيهاش صدى ويكون لونها رايق تماما. بعد ما تفضي المية من دورة التبريد وتتأكد ان دورة التبريد نضيفة تماما، تبدأ تضيف سائل تبريد معتمد. هتزود الرادياتير لحد ما يتملى تماما. بعد كده تبدأ تضغط على الخرطوم العلوي بالشكل ده، وضغطك ده هيساعد ان الهواء يتفرغ من دورة التبريد لحد ما الرادياتير يتملي تماما وتأكدت ان مفيش هواء في دورة التبريد. تقدر تدور الموتور، هتلاحظ ان سائل التبريد بدأ ينزل تاني في الرادياتير. هتزوده مرة واتنين وتلاتة وتفضل مدور الموتور لحد ما الهواء يبطل يطلع تماما من دورة التبريد. ويكون الموتور داير والمية ما بتتحركش تماما ومفيش فقاقيع هواء بتطلع من دورة التبريد. هتقفل غطاء الرادياتير وما تنساش ان انت تفضي القربة وانت بتفضي الرادياتير، وبعد كده لما تيجي تزود سائل التبريد تبقى تزود القربة. بعد كده تتأكد ان مفيش تسريب حصل من الخراطيم اللي اتخلعت وتركبت. بعد ما تزود القربة تتأكد ان مفيش تسريبات وكله تمام، وبكده نكون عرفنا ازاي نغير سائل التبريد في دورة التبريد بتاعت عربيتنا. ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو على السوشيال ميديا علشان تعرف عن عربيتك اكتر، وهنخليك تعرف عن عربيتك مسمار مسمار. السلام عليكم.